السلام عليكم. لو محتارة في حشو الحلويات تعال أقولك على البسبوسة الكدابة أو بديل البسبوسة اللي احنا هنحشي بيها كل أنواع الحلويات. بسم الله. هنحط كوباية لبن أو كوباية حليب، عليها 5 معالق دقيق سميد بتاع البسبوسة ويكون دقيق سادة من عند العطار. هنحركهم كده على النار متوسطة ونحط عليهم 4 معالق سكر. تقدري تزودي السكر أو تقلليه حسب الرغبة بتاعتك. ما هو حرام ان احنا نعمل صينية بسبوسة وبعدين ناخدها نحشي بيها الجلاش او الكنافة. لا، احنا نعمل البسبوسة الكدابة بايدينا اللي مش هتكلفنا حاجة، وانا متأكدة ان شاء الله انها هتعجبك وهتعتمديها في كل الحلويات وكل الحشوات بعد كده. تخلي بالك ان انتي ما تسيبيهاش على النار فترة طويلة، تفضلي تقلبيها لمدة تقريبا 5 دقايق تلاقي القوام بتاعه بدأ يتقل معاكي شوية وبدأ يدخل في الغليان. عندها بقى هتروحي اول ما يغلي معاكي هتطفي النار وتضيفي له معلقة قشطة، وبكده بيكون عملنا البسبوسة الكدابة أو بديل البسبوسة. هتقدري بقى تسيبيها تبرد وبعدين تحشي بيها كل الحلويات بتاعتك، كنافة جلاش، أو حتى تخزنيها في أكياس صغيرة في الفريزر تطلعيها وقت ما تكوني عاوزة. وكده بقى كل سنة وانتوا طيبين. لو عجبك الطريقة والفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. وده كده القوام المناسب للحشوة بتاعتنا بديل البسبوسة أو البسبوسة الكدابة.